حكاية شاب فضل 11 يوم صاحي من غير نوم. عانى من الأرق بقية حياته. في الستينيات كان في حكاية كل الناس كانت بتتكلم عنها، عن سؤال طرحه العلماء: ايه اللي هيحصل للإنسان لو امتنع عن النوم؟ هما ما جربوش طبعا على الإنسان، ولكن جربوه على القطط. منعوها من النوم لمدة 15 يوم، وكانت النتائج كارثية بوفاة القطط. لكن ممكن ما يكونش حط العلماء في حسبانهم تأثير استخدام المنبهات على القطط، لغاية ما جه 2 طلاب في معرض العلوم وقرروا إنهم يجربوا التجربة على نفسهم، وهتبقى التجربة الأشهر في عالم تجارب النوم، علشان يجاوبوا على السؤال ايه اللي ممكن يحصل للإنسان لو فضل 11 يوم من غير نوم. في سنة 1963 كان في 2 طلاب من مدرسة ثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم راندي جاردنر وبروس ماكاليستر. جات لهم فكرة لمشروع معرض العلوم، وكانت مضمونة النجاح، وهي تجربة أثر قلة النوم على الإنسان. في البداية لعبوا ملك وكتابة عشان يعرفوا مين فيهم اللي هينفذ التجربة، ومين فيهم اللي هيفضل يراقب التجربة، والاختيار جه من نصيب راندي. وكانت التجربة إن راندي مش هينام لمدة كام يوم، والناس تانية هتقوم بدراسة نتائج التجربة والآثار الجانبية اللي هتحصل بسببها. ومر اليوم الأول بسلام، وحس راندي إن الأمر بسيط. لكن بقى في اليوم الثاني بدأت الآثار الجانبية تظهر، وبدأ راندي إن هو يتعصب في نطق الكلمات. فقرروا إن هم يجيبوا شخص ثالث للتناوب على مراقبة راندي، وبعدها انضم ليهم باحث في النوم من جامعة ستانفورد وهو ويليام ديمنت بعد ما قرأ عن التجربة. وفي اليوم الرابع من التجربة بدأ راندي إن هو يحس بهلاوس، لكنه أصر على إكمال التجربة. فقالوا إن هم يختبروه اختبار صغير، وهو إنه يعد من 100 ل1 تنازليا، وفي كل مرة يطرح 7. فبدأ العد: 100، 93، 86، 79، وبعدين سكت. ولما سألوه عن سبب سكوته قال إنه مش فاكر إنه بيعمل إيه أصلاً. أثار التجربة على جاردنر كان الدكتور ويليام ديمنتي واحد من الباحثين في مجال النوم الطبيعي، والمساعدين بتوعه بدأ إن هم يسجلوا التغييرات اللي كانت بتحصل للعقل باستخدام سلسلة من الاختبارات الحسية، لأن مر راندي طول فترة التجربة بشوية تغييرات. فبعد يومين بدأ إن هو يواجه مشاكل في تكرار الجمل، واللي كانت بتحتوي على كلمات متشابهة زي لم أجد حلا يحل محل الحالي الحالي لحالتي. وكمان ما بقاش عارف إن هو يتعرف على حاجات عن طريق اللمس، وده كان معناه ضعف حاسة اللمس عنده. لكن على النقيض زادت قوة باقي حواسه، وزادت حساسيته للروائح القوية. وفي اليوم الخامس كان راندي بيهلوس وما كانش فاكر الأحداث على المدى القصير، وكمان كان بينسى اللي كان بيعمله، زي إنه كان بيكرر الخروج وبعدين بعدها بينسى هو قرر إيه أصلا. وكان زمايله كانوا بيستخدموا معاه الأنشطة البدنية عشان يخلوه صاحي. وتطور مستواه في اللعب أثناء التجربة، زي إنه لعب كرة سلة وتفوق عن مستواه قبل التجربة. وفي النهاية فضل راندي صاحي ل 264.4 ساعة، واللي بيعادل حوالي 11 يوم و25 دقيقة. وبعد انتهاء التجربة قال راندي إنه يفضل صاحي بالنهار والشمس كان أسهل بكتير إنه يفضل صاحي بالليل في الأجواء الهادية اللي كانت بتساعد على النوم وكانت بتصعب عليه الموضوع جدا. وانتهت التجربة يوم 8 يناير سنة 1964 بعد ما قرر راندي وصاحبه إنهم يحطموا الرقم القياسي للبقاء من غير نوم لأطول فترة ممكنة، واللي كان مسجل لصالح فنان موسيقي مقيم في هونولولو في هاواي حقق 260 ساعة من غير نوم، واللي أقل بكتير من 11 يوم حسب BBC. وكانت التجربة دي فازت بتغطية إعلامية كبيرة، وكانت ثالث أهم قصة مكتوبة في الصحافة الوطنية الأمريكية بعد خبر اغتيال جون كينيدي وخبر زيارة فرقة البيتل. فاز راندي بالمركز الأول في معرض العلوم، ودخل موسوعة جينيس في الأرقام القياسية لأكتر شخص فضل صاحي من غير استخدام منبهات، وده كان الجانب المشرق من القصة. وبعد التجربة نام راندي 14 ساعة متواصلة، وفضلوا يراقبوه لمعرفة تأثير النوم عليه بعد كل الفترة دي من غير نوم، وما كانش بيصحى إلا عشان يروح الحمام، وعاش حياته بشكل طبيعي. لكن الجانب المؤلم إن راندي عانى من مشاكل في النوم لسنين، ولغاية وقتنا ده ما بيقدرش ينام غير 6 ساعات مهما حاول. واتبعتت نتائج راندي من المستشفى لأريزونا لدراستها، وقالت المستشفى إن دماغه كانت بتنام طول الوقت زي غفوة القطط، فكان جزء من دماغه بينام والتاني بيفضل صاحي.